التلاميذ البكالوريا، امتحانات في المتناول من ثانوية محمد الخامس، من أقدم الثانويات محمد الخامس تأهيلية حمزة. واليوم الامتحانات العلميين الشعبة العلمية سيونس ماتيريال. ونشكروا زعما المؤسسة والأساتذة ديالها والأطر ديالها التربوية، ونتمنوا لهم الخير إن شاء الله. نعم. انت كواحد جيت تشجع البنت ديالك ولا الابن ديالك، شنو نقدر تقول بالنسبه لجميع الشباب اللي كيدوزوا الامتحانات؟ نتمنى لهم اولا التوفيق، نتلامى التوفيق والاساتذه والاطر التربويه اللي سهرت على طيله السنه وهي سهرانه على الدراسه وعلى التنظيم، ونشكرهم بزاف. والتلاميذ نتمنوا لهم مسيره موفقه حتى هما. بالنسبه للفيزيك كان شويه صعيب، قصحوا علينا في الفيزيك بزاف وجع شويه، وفي اللونجلي لا كان ساهل في متناول الجميع الصراحه. اللونجلي كان ساهل، الاسئله كلهم من التكست كان ساهل الحمد لله. دوزنا مزيان الحمد لله، خصوصا الانجليزيه كانت سهله بزاف. بالنسبه للفيزيك كان شويه انه اسئله ماشي نمطيه، فلقينا واحد الاشكال ديال بدايه السؤال والصياغه ديالو، بدايه ديال الاجابه عفوا الصياغه، ولكن المهم كانش داكشي في المتناول. لا صراحه دوزنا الامتحان كان صعيب شويه، ولكن الحمد لله بالمجهودات الاساسيه ديالنا قدرنا نتغلبوا على هذا الخوف. كنبغي نشكر الاساتذه ديالي كاملين اللي عراوني هذه السنه، كنقول نتوما احسن اسئله بالنسبه لي، كنطلب من جميع المغاربه ان شاء الله التوفيق. شكرا. صراحه في الصباح كان الفيزيك شويه صعيب، كانوا الاسئله الاولى حنا كنا معتادين نخدموا وطنيه، الاسئله الاولى ساهلين وما كيصعبوا، فهمتي. هو في الوطني هذا حطونا كلشي صعيب، فهمتي. السؤال اللي كتخدموا ما كيبغي يخرج لك. فالعشيه شويه المهم شويه اللونجلي جاوبنا فيها شويه، واخا طويل المهم ساهل شويه وجاوب. درت واحد المنهجيه وهذاك الشيء لا علاقه صراحه، نستعملوا لا منهجيه لا والو، واللونجي راك عارف لا على قد الحال، حنا خلقنا مغاربه ماشي اعتمد على راسك. ايوا شحال ما جبنا الحمد لله. الله ينصر سيدنا. في الصباح حطوا داكشي ماشي مديطاي مزيان، ولكن المهم داكشي كازم صعيب وسهل بجوج. بالنسبه للعشيه اللونجلي الرايتين شويه معقد، مريض في راسو. المهم غير اللي ما بغاش يسقط وصافي. شكرا على المشاهدة. قبل ما تخرج ما تنساش تابونا في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تتبعنا على الصفحة الرسمية على فيسبوك وكذلك انستغرام وباقي المواقع. فلاش 24، الخبر اليقين من المصدر.